ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهارده العيش الفينو. شايفين الجمال؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ هنعمله مع بعض النهارده باسهل طريقه، بطريقه اقتصاديه جدا، من شويه ميه كده وشويه دقيق، بدون حليب ولا زبادي، وهيكون ان شاء الله احسن من بتاع الافران بكتير. بس قبل ما نبدا مع بعض، دي قناتي اسمها، ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين الجمال؟ عايزين تعرفوا الطريقه؟ يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه المكونات بتاعتنا: معانا 3 كوبايات دقيق منخول كويس، وكوبايه ميه دافيه، يعني كوبايه الا ربع كده ميه دافيه، وكيس خميره، ومعانا معلقه بيكنج باودر، وحوالي 50 ملي زيت، وكمان معلقتين حليب بودر، ونص معلقه خل طبعا، ومعانا العنصر الاساسي الخميره. هنبدأ بقى. أول حاجة نبدأ نعملها، هنجيب الكوباية إلا ربع مية الأول خالص، هتكون مية دافية، وهنحط عليها الخميرة بتاعتنا ونقلبها كويس جدا، ونحط كمان معاها السكر. النص كيلو، الثلاث كوبايات ونص دول يعملوا حوالي نص كيلو، بياخد حوالي 50 جرام سكر أو معلقة كبيرة من السكر. ونبدأ بقى نقلب نقلب لحد ما نلاقيها عملت فقاقيع كده. نحط بقى بقية المكونات بتاعتنا. هنحط نص معلقة الخل، ومعلقتين الحليب البودر، ممكن تستغني عنهم عادي، مفيش مشكلة. طبعا احنا كده شغالين برضو ايه في التقليب بتاعنا. هنحط كل الحاجات ونحط الزيت، وبعد كده نحط بقى معانا الايه الدقيق بتاعنا. طبعا احنا نخلينه، ونبدأ بقى نقلبه كده، ونحط عليه معلقة البيكنج باودر، معلقة صغيرة مش كبيرة. ممكن برضو تستغني عنها، كفاية الخميرة عادي جدا. يعني في مكونات ممكن ايه نستغنى عنها عادي، اللي هو حليب البودر ومعلقه البيكنج باودر، ممكن برضو نستغنى عنها. برضو كمان ممكن الخل تستغني عنه، بس انا بحب احطه، بيخلي العجينه بتاعتنا ايه هشه كده، ايه زي ما انتوا هتشوفوها. ونبدا بقى نعجن. شايفين العجينه؟ ده الملمس بتاعها، يبقى طري كده. بعد بقى ما نعجنها وتوصل الملمس اللي انتوا شفتوه دوت، هنجيب معلقه زيت، وندهن بيها البوله، ونحط ايه العجينه بتاعتنا فيها. طبعا شايفين ملمس العجينه ناعم وعامل ازاي؟ ملمسها جميل جدا. وهنغطيها بقى بكيس بلاستيك او استرتش رول، ونحط عليها فوطه، ونحطها على جنب لمده ساعه. ممكن لو الجو برد تحطيها في مكان دافي، بس خلاص بقى الجو بدأ يحرر، انت بتحطيها على جنب كده لمده ساعه، مش لازم مكان دافي، يعني ايه هتتخمر لوحدها. بعد ساعه بقى بنطلعها. شايفين بسم الله ما شاء الله نفشت ازاي؟ هنبدأ بقى نفرغ منها الهواء، ونقلبها ونطلعها كده. طبعا من اهم اسرار نجاح العيش الفينو انك انت تعجنيه كويس، ايه انك انت تخدميه في العجن عشان خاطر يبقى له عرق، يعني تعجنيه فتره طويله. دي من اهم الاسباب، طبعا مع التسويه بتاعته كمان، برضو من اسباب النجاح للعيش الفينو. هنبدا بقى نجيب العجينه بتاعتنا. انا عملتها كده يعني ايه زي الرول كده، وهنبدا بقى نقطعها. انا عاملاه عيش قيصر مش كبير، صغير، فحجم العجينه حوالي 40 جرام، يعني من 40 ل 45، مش اكتر من كده. لكن انت لو عايزه تعملي عيش كبير شويه بتوصلي ايه 60 65 جرام. ده لو عندك ميزان. لو ما عندكيش ميزان بقى، زي مثلا البرتقانه كده، يعني زي البرتقانه الصغننه، لو انت عايزاه كبير. لو عايزاه صغير بيبقى قد الليمونه، زي ما انت شايفه كده. بالويم انت هتعمليه بايدك كده، بالويم انك انت ايه هتعرفي تظبطيه بايديكي يعني. هنبدا بقى نقطع العجينه بتاعتنا كلها. زي ما قلت لك انا عاملاها 40 جرام. وبعد كده بقى هنكورها ونحطها على جنب. انا جبت صينيه شاي يعني، دهنتها زيت، وحطيت عليها العجينه بتاعتنا كلها كده، وغطيتها. طبعا انت بتغطي العجينه قبل ما تستخدميها على طول. طول ما انت بتستخدمي في العجينه لازم تبقي مغطياها، عشان خاطر الوش بتاعها ما يكرمش كده، ما ينشفش. وهناخد بقى واحده واحده ونبدا نفردها. هتفرديها ازاي؟ انا بتفرديها بايدك كده، هي فرده بسيطه. وبعد كده جبت النشابه، وبدات ايه افردها. سهل جدا، الطريقه سهله جدا. انا هعمل لك كذا رغيف قدامك عشان خاطر تشوفي ازاي، هيبقى معاكي سهل قوي قوي. بجد انت بعد الطريقه دي مش هتشتري عيش من الفرن تاني. يغلوه بقى مش يغلوه، طبعا انضف وانت اللي عاملاه بايدك لاولادك. وانا استخدمت فيه دقيق جميع الاستخدامات. هنبدا بقى، احنا عملناه اهوت، فردناها مستطيل طويل. هنبدا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، نعملها رول، يعني ايه نبرمها كده زي ما انتم شايفين اهو. نعملها رول. انا بسويها الاول من الجناب عشان تبقى كلها قد بعضها. بتسويها كده، وتبداي بقى ايه في الاول بتضغطي عليها، وبعد كده تبداي ايه تلفي
بالشكل اللي انت شايفاه ده. زي ما قلت لك انا عاملاها صغيره لاني عامله عيش قيصر صغير مش كبير. هتبداي تلفيها كده اهو، ونبدا بقى نقفلها من الجناب ومن اخر العجينه بتاعتنا بالشكل ده. الموضوع سهل جدا، مفيهوش اي حاجه صعبه. هنبدا طبعا من الحاجات انك انتي برضو بتحطي الميه للعيش الفينو او الخبز الفينو بالتدريج، يعني بتحطي وبعد كده بقى هو لما انتي بتعجنيه في الاول لما بيعوز ميه بتحطي له تاني، حاجه بسيطه يعني. هنبدا بقى نجيب العجينه. انا هعمل كذا واحده قدامكم، معلش هطول عليكم شويه عشان بس ايه تشوفي هو بيتلف ازاي. سويتها برضو كده من الجناب عشان تبقى كلها زي بعضها، وابدا برضو ايه الفها كده. هتني الحتة الاولانية زي ما انتوا شايفين عشان اقفلها كويس، وبعد كده اقفلها اهو وابدا اقفل من الجناب. الموضوع سهل جدا جدا زي ما قلت لك. وطبعا هسيب لكم المكونات زي كل مره في صندوق الوصف كلها بالجرام والكوبايه. انت دلوقتي مثلا لو ما عندكيش نشابه هنبدا نشتغل بايدينا. بصي اهي، تبداي تفردي كده ببطن ايدك وتدوسي على العجينه اهي، بس هتطلع زي النشابه بالظبط. انت ممكن ما يبقاش عندك نشابه تشتغلي زي بايدك كده عادي مفيش مشكله. تبداي برضو تلفيها. وطبعا العيش الفينو بتاعنا ممكن بعد بتعينيه في الفريزر عادي، بتحطيه في كيس بلاستيك وتحطيه في الفريزر وتطلعيه فوق وتسخنيه في الميكرويف، بيبقى كأنه لسه معمول، مفيش مشكله خالص. هنجيب بقى خلاص صينيه. طبعا زي ما انا قايله لكم قبل كده انا بحب اعمل المخبوزات كلها في صينيه الومنيوم. حطيته كده، وهنجيب بقى صفار بيضه وعليها شويه لبن حليب او صفار بيضه بس، ونبدا ايه ندهن الوش بتاعه. هندهن الوش اللي انا عملته كله اهو. طبعا ممكن بتحطي في الصينيه من تحت يا اما ورق زبده يا اما يعني دهنه بسيطه جدا جدا من الزيت. طبعا احنا عاملينه بالزيت مش بالسمنه. ممكن عادي تبدلي الزيت بالسمنه، ممكن تحطي زيت مع سمنه. انا عاملاه بالزيت عشان يبقى اقتصادي جامد يعني. وابدا بقى ارش سمسم. انا رشيت سمسم على بعض يعني بسمسم وبعضه من غير سمسم. وزي ما قلت لك انت لو حابه تكبريه بتكبري العجينه عن كده. انا عشان عاملاه بس عيش ايه كايزر صغير. وبعدين بقى بغطيه واسيبه مثلا بره حوالي ربع ساعه او تلت ساعه لحد بقى ما يخمر معانا تاني بقيه الخمر بتاعه، واحطه في الفرن. الفرن بتاعنا يبقى على درجه حراره عاليه حوالي 200 درجه مئويه. شايفين الجمال؟ شايفين عامل ازاي اهو؟ شايفين لونه جميل قوي قوي، طري جدا، طري معانا قوي قوي. هفتحه لك اهو دلوقتي. وزي ما قلت لك الفرن بتاعنا بيبقى على 200 درجه مئويه، بتحطيه حوالي 10 دقائق. بعد كده بتفتحي الشوايه لما تلاقيه بقى بدا يشد كده، بتفتحي الشوايه عليه يعني حوالي 3 دقائق بس، بيديكي بقى اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. شايفين الجمال عامل ازاي؟ يا سلام، حاجه كده جميله جدا ونظيفه قوي. حاجه حلوه جدا جدا. طبعا اللي انا عملته بالسمسم، وفي بقى الصينيه التانية فيها اللي من غير سمسم. وده شكله النهائي. واتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. بالهنا والشفا مقدما.